بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها آشا، وهي بتحكي لجدها سابينو اللي كان من 100 سنة حكاية شخص اسمه ماجنيفيكو، واللي كان بيعتقد ان مفيش حاجة اهم من الامنيات، لانه ما قدرش يحقق امنيته وان هو يتجوز البنت اللي بيحبها. فقرر ان هو يدرس السحر ويساعد الناس. ساعتها امنيته اتحققت واتجوز اللي هو بيحبها. قرر بعدها ان هو يروح لجزيرة بعيدة ويأسس فيها مملكته، وقال للناس ان اي حد هيروح يعيش في الجزيرة دي هيعيش في سلام وهو هيحميهم. وفعلا الناس كلها راحت تعيش معاه عشان تعيش في حمايته. وبعد كده بتدخل والدة آشا وبتقول لها ان الملك عامل حفلة لتحقيق الأمنيات. فبتفرح آشا جدا لأن الحفلة معمولة يوم عيد ميلاد جدها. وبعد كده بتطلع من البيت وبتشوف السياح بره وبتعرفهم تاريخ البلد. بتقول لهم ان هم عايشين في سلام بسبب الحاكم الكويس اللي اسمه ماجنيفيكو، وبتبقى مبسوطة وبترقص. وبعد كده بتروح للمطبخ الملكي وبتشوف صديقتها داليا، وبتقول لها ان النهارده عندها مقابله مع الملك. فصديقتها داليا بتحاول تطمنها وبتقول لها ان فيها ميزه كويسه وانها بتهتم بكل الناس اللي حواليها، وان اكيد المقابله هتعدي بسلام. وبعد كده بيدخلوا ناس كتير علشان يدوقوا اكل داليا. واحد فيهم بيقول لآشا ان دي فرصه كويسه انها تقول للملك على امنياتها. بعد كده بتظهر الملكه وبتنادي على آشا عشان ميعاد المقابله. واول ما بتدخل غرفه الملك مش بتلاقيه جوه، فبتبص على كتب السحر والتعويذ. تاخد بالها ان في كتاب للسحر موجود لوحده وموجود عليه ازاز. وقبل ما تمسك الازاز بيظهر الملك وبيحذرها انها تلمس الازاز لانه خطر جدا، بس هي من توترها بتلمس الازاز. وفجأة الازاز ده بيتحول لفراشات، وبعدها بتنحني ليه وهو بيسألها هي ليه عايزة تكون تلمسته. فبتقوله انها بتحب تساعد الناس زيادة عن اللزوم، وان مميزاتها انها بتتعلم بسرعة وشاطرة جدا. وبعد كده بيتكلموا عن حياتها وان ابوها كان اقرب حد ليها، وبتوريه كمان الشجرة اللي كانوا بيقعدوا عليها، لكنه مات وهي عندها 12 سنة. فبيتأثر بكلامها جدا وبيقول لها ان هو صغير هجموا على مدينته مجموعة من اللصوص، فاضطر هو واهله ان هم يمشوا من المدينة بسرعة، وان هو لو كان اتعلم السحر من صغره ما كانش كل ده حصل. بعد كده بيدخلها الغرفة، بيقول لها ان موجود هنا كل رغبات الناس اللي موجودين في المدينة. وبعدين آشا بتشوف الأمنية بتاعت جدها وان هو كان نفسه يعزف قدام الناس. بعدها الملك بيقول لها ان هو نفسه يلاقي شخص يكون مساعد للقوة العظمى اللي هي السحر. وبعد كده آشا بتديله أمنية جدها وبتطلب منه ان هو يحققها له، بس الملك بيرفضها وبيقول لها ان الأمنية دي خطيرة جدا. فبتقول له ان جدها انسان طيب جدا ومستحيل يأذي المملكة. فالملك بيتعصب عليها وبيقول لها ان هو اللي يقرر ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. فآشا بتقول له ان هو خلى الناس كلها تفقد الحاجة الحلوة اللي فيهم وان هم يحققوا أمنياتهم بنفسهم. فالملك بيقول لها ان الناس كلها ادته أمنياتهم برغبتهم، وانه مش هيرجع ولا أمنية لأي إنسان. بعد كده بتدخل الملكة وبتقول له ان الحفلة هتبدأ، فبيقول لها تاخد آشا وتوديها على المسرح الكبير. بعدها بينزل الملك للمسرح وبيستقبل راجل ومراته هينضموا المدينة. فالملك بيأمرهم ان هم لازم يسلموه رغباتهم، فبيسلموه اكتر امنيات هم نفسهم فيها. وبنشوف آشا وهي حزينة جدا من كلام الملك. بعدها الملك بيقرر ان هو يختار شخص من الاشخاص علشان يحقق امنيته، فبيختار واحدة وبتكون امنيتها انها تكون خياطة. وبعدها بيروح لآشا وبيقول لها انها مش هتتدرب معاه وان هو هيفضل محتفظ برغبات عيلتها. بعدها آشا بتروح البيت وهي حزينة جدا وبتبلغ جدها ان امنيته مش هتتحقق لان امنيته خطيرة جدا، وان الملك هو اللي قال كده. وبتبقى عايزة تعرفه ايه هي امنيته، بس هو بيرفض وبيقول لها مادام الملك قال كده يبقى خلاص. بس هي بتبقى مصرة تعرفه امنيته، بس هو بيرفض وبيتعصب عليها. فبتطلع آشا بره البيت وبتكون حزينة جدا وبتعيط وبتستغرب من تصرف جدها. وبعدها بتمشي في المدينة وبتفتكر رغبات الناس اللي موجودين فيها، وان هم كلهم عايشين تحت حكم ملك ظالم، وان كلامها كله كان عنه غلط. وبعدها بتطلع على الشجرة اللي كانت بتقعد عليها هي وهي صغيرة مع باباها، وبتبص على النجوم. وفجأة نجمة بتطلع ضوء شديد جدا عليها، والضوء ده بيملي المدينة والناس كلها بتكون مستغربة. وبعدها الملك بيكون خايف جدا على الأمنيات لان ده بيكون تهديد ليه، وان الامنيات اللي معاه في خطر، وان ده معناه ان في حاجة بيعملها هو غلط. وبيحاول يدور في كل كتب السحر عن حاجة تنقذه من الخطر ده بس مش بيعرف. فبيقرر بعدها ان هو يفتح كتاب السحر الخطير. فالملكة بتكون خايفة عليه وبتحذره وان هو هيكون تحت سيطرة الكتاب، فبيقتنع بكلامها وبيرجع الكتاب مكانه. وبعدها بنشوف ان
النجم اللي طلع إضاءة ماشي ورا آشا وبيتحرك حواليها، وبتعرف أخيرا إنها تمسكه وتسيطر عليه. والنجم ده بيكون معاه خيط وبيلف على كل الشجر، وبيقدر يخلي أي حاجة ميتة تكون فيها الحياة، وبيخلي كمان الحيوانات تتكلم. وقتها آشا بتكون مستغربة جدا، فالحيوانات بتكلمها وبتقولها ان كل حاجة ممكنة. وبعدها بتفتكر كلام والدها ان هما مرتبطين بالنجوم، وانها لما قالت امنياتها النجوم سمعتها. وقتها بتقول للنجم ان الملك حابس رغباتهم في المملكة، وانه مانع اي حد ياخد امنيته. فالنجم بيقول لها ان هما لازم ياخدوا امنياتهم بنفسهم، وبيجري بعيد. وقتها آشا بتجري وراه علشان تلحقه، لانها محتاجة تنفذ معاه خطة محكمة. وتاني يوم بتروح للمطبخ الملكي علشان تتكلم مع صديقتها داليا، وبتاخد معاها النجم وبتخبيه في مزرعة الفراخ، وبتكون عايزة وسيلة علشان تقدر تطلع للمكتبة بتاعة الملك. وبتعمل وقتها أصوات غريبة بتوقع أي حاجة علشان الناس بتنتبهش ليها. وبتعرف آشا من داليا الوسيلة اللي بينقلوا بيها الأكل لمكتبة الملك، ولما بيجي شخص علشان يلم البيض من المزرعة آشا بتمنعه. وقتها الكل بيقلق منها وبيكونوا عارفين إنها مخبية حاجة عليهم، فآشا مش بتعرف تخبي السر اكتر من كده، وبتفتح باب المزرعة وبيكتشفوا ان الفراخ كلها مبسوطة وبترقص. وقتها آشا بتقول لهم انها تمنت امنية وهي على الشجرة، فالنجم جالها، فكل اللي موجودين معاها بيخافوا منه وبيطلعوا بره الأوضة. بس داليا صاحبتها بتقرر انها تساعدها، وبتدخلها جوه صندوق بيطلع للملك في مكتبته. ولما آشا بتطلع الصندوق مش بيرضى يفتح، فالنجم بيحاول يساعدها، وبسبب مساعدته اغلب الكتب بتاعت السحر بتتحرق. وقتها الملك بيكون مجمع كل الناس وبيقول لهم ان في خاين موجود في المملكة بتاعته، وان هو سبب في السحر اللي حصل امبارح. ولما الملك بيدخل بتوقفه داليا باي طريقة وبتسأله اسئلة كتير، وده بيحمس كل الناس انها هي كمان تسأل. وبعدها آشا بتدخل هي والنجم اوضة الامنيات، وبتقول للنجم ان هو يدور على امنية جدها وعيلتها. وبعدها بنشوف الملك وهو متعصب على الناس لان هما بيشكوا في قدرته ان هو يقدر يحميهم ويحمي امنياتهم. وبيقرر بعدها ان هو يطلع اوضته ويستخدم كتاب السحر الاسود الخطير. وبنشوف بعدها آشا بعد ما خدت أمنية جدها بس، وبشوف بعدها الملك وهو بيتحول لشرير، وبينزل وقتها الملك لمكان سري علشان يقدر يستخدم الكتاب. وبعدها آشا بتروح البيت وبتدي لجدها أمنيته، بس فجأة الملك بيقتحم المكان عليهم وبيعرف بخصوص النجم. ولما آشا ما بترضاش ترد عليه ولا تقول له حاجة، بيطلع أمنية والدتها وبيكسرها قدامها. وبعدها بيظهر بقوة رهيبة بسبب الأمنيات. وبنشوف بعدها والدة آشا بتتعب جدا بسبب أمنياتها اللي اتكسرت. وفجأة بيظهر النجم وبيظهر قدام الملك علشان ياخده، فآشا بتوقع على الملك الدولاب وبيهربوا بسرعة بالأحصنة بتاعتهم، وبياخدوا بعدها مركب وبيمشوا في البحيرة علشان يوصلوا للجزيرة اللي بعدهم. وقتها آشا بتزعل جدا وبتحس بتأنيب الضمير وإنها سبب في تعب والدتها، بس أهلها بيحاولوا يهونوا عليها وبيقولوا لها إن الغلط مش منها ومن الملك. وبعد كده بتجيلها فكرة انها لازم تواجه الملك وتنقذ كل الامنيات، فبتنط بسرعة في المية وبترجع للجزيرة علشان تنقذ كل اللي هي عملته. وبعدها بنشوف الملك بيحطم 3 امنيات علشان يقدر يعمل رمح جديد. لما بتشوفه الملكة بتحاول توقفه، فهو بيهددها ان هي لو ما سكتتش هيقتلها. وبعدها الملك بينزل للاحتفال وبيبلغ الناس كلها بخيانة آشا. وقتها آشا بتبعت فار للملكة وبتبلغها انها لازم تنقذ المملكة والناس. وبعدها الملك بيدي أمنية واحد أمنيته وبيقوله إن هو هيكون حارس ليه. ده الشخص ده بيتحول بعدها لقوة جديدة خطيرة، وبيبلغ عن 6 خاينين كمان موجودين في المملكة. وقتها ال6 دول بيهربوا بسرعة، وآشا بتقول لهم إن هي مش السبب وإن الملك هو اللي شرير، وبيتفقوا مع بعض إن هما لازم يحرروا كل الأمنيات. وبعدها بتدخل عليهم الملكة وبتكون في صفهم. وبعدها بنشوف الملكة راحت للملك وبتقوله إنها شافت آشا هي وأصدقائها في الغابة، وإن هو لازم يروح الغابة علشان يموتها. أول ما بيطلع من الغرفة بتروح بسرعة على أسانسير الأكل علشان تطلعهم كلهم. وبعدها آشا بتكون في الغابة لوحدها هي والنجم، وبتودعه علشان يوزع كل الأمنيات على الناس. بس قبل ما بيمشي بيسيب لها عصاية سحرية، ولما بتعمل حركة معينة بالعصاية الملك بيعرف مكانها. وقتها بيروح لها وبيكسر لها العصاية السحرية بتاعتها. وفي الوقت ده الملكة والمجموعة بيعرفوا يحرروا كل الأمنيات. وفجأة الملك اللي موجود قدام آشا بيتحول للمساعد بتاعه، فبتعرف آشا إن الملك لسه
موجود في القلعة. وقتها بيطلع الدب وبيهجم على المساعد، فبتعرف آشا انها تهرب منه. بعدها جد آشا لما بيشوف ان آشا نجحت بيقرر ان هما يرجعوا الجزيرة تاني. والملك لما بيشوف النجم وهو محرر الأمنيات بيقرر ان هو يحاصره، وبيستخدم وقتها قوته وبينزلهم كلهم للأرض، وبيسحب النجم بالرمح بتاعه وبيربط كمان آشا بالرمح. بعدها الملك بيفرض حظر على كل اللي موجودين في المدينة وبيمنعهم ان هما يتحركوا من مكانهم. فوقتها آشا بتقرر انها تنتصر عليه وبتفضل تغني، وكل الناس لما بتسمعها بتغني معاها. وفعلا باتحاد كل الناس مع بعض النجم بيتحرر، وبتتحرر كمان كل الأمنيات. ووقتها الجوهرة اللي جوه العصاية اللي ماسكها الملك بتسيطر عليه وبتحبسه جواها. وفي النهاية النجم بياخد كل الأمنيات وبيرجعها لأصحابها. وبعدها بنشوف الملك وهو جوه الجوهرة بيكلم الملكة علشان تخرجه، بس طبعا الملكة بترفض وبتخليهم ان هما يحطوها جوه القبو. وبعدها بنشوف الناس كلها وهما متجمعين ومبسوطين، والنجم بيدي العصاية السحرية الجديدة لآشا وبيقول لها ان هي الساحرة الجديدة، والملكة بتساعد كل الناس في تحقيق أمنياتهم. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.